ازيكم يا حبيب قلبي، عاملين ايه؟ انا دلوقتي معايا كيلو ونص لبن. حطيت قيمه 3 4 معالق سكر واقلبه من عند ما يدوب حسب الرغبه، يعني عايزين اكتر اقل براحتكم. كده تمام كده. تفضل بقى تقلبي لعند ما تحسي ان هو السكر دب في اللبن. هدوقه علشان اشوف السكر اللي انا محتاجاه قد ايه، يعني كده مظبوط ولا عايزه تاني. فانا هحتاج ان انا احط قيمه معلقه كمان. معايا بقيين من الكستر، ده كيس. والكيس التاني هحط عليهم حبة مية وادوبهم لعند ما يدوب معانا خالص. هحط عليهم معلقة ونص نشا كده، وهدوبهم برضو كويس لعند ما يدوب برضو. هي حاجة سهلة وبسيطة يعني، بس انا قلت اعملها معاكم يعني عشان خاطر حلو كده وردها وكده. انا فضلت اقلب جامد كده عند ما حسيت خلاص بقى ان خلاص كده ما عادش في حاجة، لا في الكاستر ولا في النشا. خلاص كده تمام، ما عادش في اي حاجة خالص اهوت. هقلب اللبن وهقوم حاطه الايه الكاستر والنشا في اللبن. كده تمام. هقلبه بقى جامد. هجيب المضرب واعمله بيه. فانا كده جبت المضرب عشان اعمله بيه جامد، عشان ما ايه ما يبقاش فيه اي كلاكيع كده او يكلكع مني او حاجه. اضربه شويه كده جامد لعند ما ايه ما احس ان هو خلاص بقى كده يعني تمام وزي ما انا عايزه. هبتدي بقى لما يعمل معايا مفرقعات كده بقى هبتدي اصب في الكاسات اهوت. يعني هو كده الايه زي ما انا عايزه، يعني لا تقيل ولا خفيف، كده مظبوط. وده الجيلي حطيت كوبايتين ميه ساقعين يغلوا، وحطيت برضو سكر حسب الرغبه. حطيت باكوين جيلي واقلب فيهم لحد ما يدوبوا. ساعه ما يبتدوا يغلوا هضيف عليهم كوبايتين ميه ساقعين. واصبه بقى على ايه على الكاستر. يبقى كده ايه الحلو اللي احنا عملناه. هي حاجه بسيطه وسهله خالص، بس انا عملتها عشان خاطر حور، عشان ارضيها، بس عشان معكنينه على نفسها وعليه. ده كده بقى يا بنات شكله بعد ما صبناه في الكاسات.